عليكم. عايزة أكلمكم عن الغازات. عايزة أقول لكم إيه هي الأسباب وليه بيكون في غازات ليها ريحة مش كويسة زي ريحة البيض الفاسد، وفي غازات تانية ملهاش ريحة، ونعمل إيه علشان ما يبقاش فيه غازات أصلا، وعشان كمان ما يبقاش فيه غازات ليها ريحة مش كويسة. أولا عايزة أقول لكم ان الغازات اللي في الجهاز الهضمي هما تقريبا 4 غازات، 3 منهم ملهمش ريحة، و نوع واحد بس هو اللي ليه ريحة مش كويسة. اللي ليه ريحة مش كويسة ده هو غاز الكبريت، اللي ناتج عن البكتيريا اللي بتشتغل على الأكل اللي فيه كبريت وتخمره وتنتج الغاز ده. ايه بقى الأكل اللي فيه كبريت؟ أول حاجة طبعا البصل والثوم، تاني حاجة الكرنب والعيلة بتاعته بقى القرنبيط والبروكلي، تالت حاجة البيض واللحوم الحمراء، مش الأسماك والدواجن. الأسماك والدواجن ما تعملش ريحة مش كويسة. رابع حاجة البقوليات. الحاجات اللي احنا قلناها دي بتعمل ريحة بيض، في غازات ليها ريحة شبه ريحة البيض الفاسد. علشان أتجنب الريحة دي لازم الأكل ده أقلله جدا. حاجة التانية أطبخه، يعني ما كلش بصل ني أو توم ني أو كرنب ني. أطبخ الأكل ده كويس جدا، والبقوليات أنقعها وبعد كده أطبخها، لأن لما بيطبخ الكبريت بيقل. طبعا الغازات سببين: يا إما أنا ببتلع هوا، وده هقول لكم ليه احنا بنبتلع هوا. يعني مثلا حد بياكل بسرعة او بيشرب بسرعة، بياكل وبيشرب وهو بيتحرك، بيمضغ لبان كتير، بيشرب مشروبات غازية كتير، بيدخن، كل الحاجات دي خليه يبتلع هوا. السبب التاني ان البكتيريا اللي في الجهاز في القولون بتبتدي تشتغل على الاكل الغير مهضوم وتنتج غازات. طيب ايه بقى الاكل الغير مهضوم؟ يعني ايه اللي يزود كمية الاكل الغير مهضوم؟ لان كل ما زادت كمية الاكل الغير مهضوم كل ما الغازات زادت. الاكل الغير مهضوم زي الالياف، الحاجات الغنية بالالياف زي البقوليات والحبوب الكاملة، هما دول اكتر حاجتين فيهم الياف كتير. الالياف مش بتتصدم، هي مش بتتصدم عند كل الناس، مش عند ناس معينين، هي الالياف مش بتتصدم. فلو انا عندي غازات لازم اقلل البقوليات والحبوب الكامله. البقوليات معروفه: عدس وفول وفاصوليا ولوبيا. الحبوب الكامله زي الرز البني، الدقيق الاسمر، او الحاجات اللي مصنوعه من الدقيق الاسمر، عيش مصنوع من الدقيق الاسمر، مكرونه مصنوعه من الدقيق الاسمر. ده بالنسبه للالياف الكتير. طيب السبب التاني بقى، الحاجات اللي انا هقولها دي بتختلف من شخص لاخر. يعني ممكن اكون انا ما بعرفش جسمي يهضم حاجه معينه، بس غيري لو كلها ما تعملوش مشاكل. فانا ببقى عارفه ان انا مثلا لو كلت الحاجه دي بيحصل لي انتفاخ وغازات، مش بعرف اهضمها كويس. زي ايه؟ زي بعض انواع السكريات، زي سكر اللاكتوز اللي هو موجود في اللبن، سكر اللبن موجود في اللبن ومشتقاته، وزي سكر الفاكهه اللي موجود في الفاكهه. ففي ناس مش بتعرف تهضم اللاكتوز كويس، فعندها مشكلة لو كلت لبن او اي منتجات للبن. وفي ناس مش بتعرف تهضم الفركتوز كويس، فعندها مشكلة في الفاكهة، لان هو ده سكر موجود بنسبة كبيرة في الفاكهة. في حاجات تانية زي النشا، الحاجات اللي فيها ستارش كتير، زي البطاطا والبطاطس والدقيق والذرة والنودلز. كل الحاجات دي بعض الناس مش بتعرف تهضمها كويس. في اخر حاجة السكر الصناعي اللي الناس بتستخدمه للدايت. في كذا نوع سكر صناعي برضو بيعمل غازات. طيب انا اعرف منين بقى المشكلة عندي فين؟ في خطة العلاج ابدأ، احنا كده كده هنقلل الالياف لان كلنا مش بنعرف نهضم الالياف. الحاجات التانية بقى، ابدأ مثلا اسبوع امنع منتجات اللبن. لو المشكلة اتحلت يبقى المشكلة عندك من اللبن، لو ما اتحلتش نجرب نمنع حاجة تانية، يبقى المشكلة مش ما كانتش في اللبن. ده بالنسبة للأسباب. هقول لكم بقى العلاج سواء من البيت أو من الصيدلية. بالنسبة للعلاج هقول لكم حاجات هنعملها في البيت.
وحاجات ممكن نشتريها من الصيدليه لو الحاجات اللي في البيت دي ما جابتش نتيجه. الحاجات اللي هنعملها في البيت، في 3 مشروبات. اول مشروب هو ليمون ساخن، يعني هنغلي ميه ونحطها في كوبايه ونعصر عليها ليمونه ونشربها قبل الاكل بربع ساعه او نص ساعه. الليمون بيحسن الهضم جدا. احنا قلنا ان السبب انه الاكل غير مهضوم في القولون، فبالتالي البكتيريا بتشتغل عليه، فاحنا عايزين نقلل بقى الاكل اللي غير مهضوم ده، فالليمون بيحسن الهضم جدا. حاجة تانية، جنزبيل ونعناع، نحطهم في كوباية، البودر بتاعهم في كوباية، ونجلي مية ونحطهم عليه، وبرضو نشربهم قبل الأكل بربع ساعة أو نص ساعة. الجنزبيل مهم جدا لأن هو أولا هو بيساعد على إنتاج إنزيمات أو إفراز إنزيمات هاضمة، فبيحسن الهضم. حاجة كمان بيسرع حركة الأمعاء، فبالتالي الأكل ما يقعدش فترة طويلة في القولون، وهو برضو مضاد التهاب. فالثلاث حاجات دول بيساعدوا جدا ان الغازات ما تتكونش. والنعناع هو بيعمل ريلاكس للعضلات بتاعة الجهاز الهضمي، فبالتالي لو في مغص او حاجة بيعالج ده يعني. المشروب الثالث هو معلقة صغيرة، اللي هي معلقة شاي يعني، خل تفاح، نحطه على كوباية مية وبرضه نشربه قبل الأكل بربع ساعة أو نص ساعة. خل التفاح ليه فوائد كتير. أولا هو بيقلل البي اتش بتاع الأمعاء، ف بيبقى وسط مش مناسب للبكتيريا الضارة انها تعيش فبتموت، بالتالي بيتحسن قوي انتاج مشكله انتاج الغازات يعني. وهو كمان يعني البي اتش ده وسط مش مناسب للبكتيريا الضاره، بس هو وسط مناسب للبكتيريا النافعه. كمان خل التفاح فيه ماده، الماده دي هي غذاء واكل البكتيريا النافعه، فبتزود عددها. كمان هو بيقلل الشهية وبيخلي الأكل يقعد في المعدة مدة أطول. احنا عارفين المعدة هي مسؤولة عن الهضم، والأمعاء الدقيقة عن الامتصاص، والباقي اللي ما اتهضمش وما حصلوش امتصاص بيروح القولون. فلما يحسن الهضم، لأن هو الأكل بيقعد في المعدة مدة طويلة فبيتهضم بشكل أفضل، بالتالي هيبقى الأكل الغير مهضوم كميته أقل. طبعا في نوع من انواع خل التفاح اللي هو غير مبستر، مكتوب عليه خل غير مبستر، ده بيكون فيه اصلا بكتيريا نافعه. بس عادي يعني، حتى لو ما لقيتش خل التفاح الغير مبستر، فانا هستفيد من باقي الحاجات التانية اللي انا قلتها، ومش مهم البكتيريا النافعه اخدها من خل التفاح. اخر حاجه بقى اعملها في البيت، البكتيريا النافعه، لازم اكل بكتيريا نافعه. بتعمل حاجتين البكتيريا النافعه. الحاجة الأولانية إن هي يعني هي بتقتل البكتيريا الضارة عن طريق إن هما بيتنافسوا على الأكل، فالبكتيريا النافعة بتاكل أكل البكتيريا الضارة، فالبكتيريا الضارة تموت. الحاجة التانية، البكتيريا النافعة برضو بتنتج غازات زي البكتيريا الضارة بالظبط، بس الفرق إن البكتيريا النافعة الغازات اللي هي بتنتجها دي بترجع تتغذى عليها نوع تاني من البكتيريا النافعة وتستخدمها كوقود، فهي اللي بتنتجه البكتيريا دي بتتغذى عليه البكتيريا دي. ف يعني مش هيبقى فيه غازات يعني. فانك تاكل بكتيريا نافعه ده هيمنع البكتيريا الضاره اللي بتنتج غازات واللي بتنتج برضو سموم. وكمان البكتيريا النافعه ليها فوائد تانية غير موضوع الغازات يعني. طيب، عشان استفيد من البكتيريا النافعه لازم اكلها بشكل يومي وما استعجلش على النتيجه، يعني انتظر 2 ل4 أسابيع علشان احكم هي جابت نتيجه ولا لا. البكتيريا النافعه موجوده في الزبادي واللبن الرايب والخميره والمخلل، بس مش المخلل اللي بنشتريه من بره التجاري، لا، المخلل اللي نعمله في البيت. هو سهل جدا، لان اللي بيتعمل بره بيبقى بيتعمل بطريقه تقتل البكتيريا النافعه. نعمله ازاي في البيت؟ عادي، هنجيب اي خضار اللي احنا عايزين نخلله، هنغسله وهنقطعه بالطريقه اللي تعجبنا،
وهنجيب لتر من المية نحط عليه معلقة طعام ملح، بس معلقة مش هرمية، معلقة بسيطة جدا خفيفة يعني، ومعلقة قدها برضو سكر، يعني معلقة مش هرمية ملح ومعلقة مش هرمية سكر. ندوبهم في لتر مية ونحط الخضار في العلبة اللي احنا هنخلله فيها، ونحط عليه السائل اللي احنا عملناه ده، ونسيبه. طبعا هنغطيه ونسيبه، يعني نقفل العلبة يعني، ونسيبه في المطبخ في مكان عادي ما فيهوش شمس ولا حاجة لمدة 3 ايام. بعدين هيكون خلاص يعني استوى، وهنحطه في التلاجة بقى عشان ما يبصش، ونبتدي ناكل منه عادي كل يوم. ده بالنسبة للحاجات اللي هنعملها في البيت. في حاجات بقى نشتريها من الصيدلية، ده لو الحاجات اللي عملناها في البيت دي ما نفعتش. في حاجة اسمها اولا الفحم النشط ده بنشتريه من الصيدلية، ده بيمتص الغازات والسموم. طيب لو الغازات ليها ريحة مش كويسة، في حاجة اسمها بيبتو البيبتو ده بيمتص، هو بيرتبط بغازات الكبريت، فبيمنع الريحة الوحشة دي. طيب لو احنا عندنا غازات عموما، يعني في حاجة اسمها ساي ميسيكون. اخر حاجة بقى، لو احنا عندنا مشكلات في هضم اللي هي البقوليات والحبوب الكاملة، ممكن ناخد حاجة اسمها الفا جلاكتوسايديز. ده انزيم بناخده بيهضم المواد دي، فلما تتهضم ما تروحش القولون يعني وتشتغل عليها البكتيريا، لا هو بيهضمه. لو عندنا مشكلة في هضم اللاكتوز، ناخد لاكتيز، ده الانزيم اللي بيهضم اللاكتوز، بناخده من الصيدليه. بس الانزيمات انا ما افضلش اخدها، الافضل لو انا عندي مشكله في هضم الحاجات دي ان انا امنعها او اقللها. الحاجات التانية بقى بتاعت اللي احنا ذكرناها، يعني ممكن الجا لها لو انا الحاجات الطبيعيه ما جابتش نتيجه.